وبيبدأ فيلمنا في واحد من أكبر بنوك الولايات المتحدة، وهناك بنشوف ترافيس واحد من ضباط الأمن اللي جاي يستلم فلوس التحصيل واقف يهزر مع موظف في البنك، وبيلفت انتباه ترافيس عميلة واقفة جنبه، فبيفضل باصص لها وهو سرحان في جمالها، ومش بياخد باله خالص إنها بتستأذنه تاخد القلم منه ثانية وترجعه تاني. ولما بيفوق بقى لنفسه وبيدرك اللي هو عمله بيعتذر لها وبيديها القلم. في الوقت ده هي بتمدله ورقة وبتطلب منه يقراها، فلأنه بايت على فيلم أكشن امبارح بيقول بس أكيد الورقة دي فيها قنبلة، وفي كام ثانية بس الموضوع بيكبر وبيصوب سلاحه عليها علشان ترفع ايديها وتقعد على الأرض. وبعد كل الفوضى اللي عملها دي بتطلع إن هي كمان أعجبت بيه من النظرة الأولى، فكانت كاتبة للبي رقمها علشان يتصل بيها ويخرجوا في ميعاد سوا. بعد ما هو بقى بيعرف بيعتذر لها للمرة التانية وبيخرجوا سوا في الآخر. لكن من تصرفات سارة البنت دي ودلعها الأوفر عليه وجرأتها لأنها تطلب منه يناموا سوا، فتوقعتنا إن وراها مصيبة هنكتشفها بعدين. وفي مكان تاني في بيت المحقق كلارك بنشوفه هو بيصحي مراته قبل ما يمشي على شغله علشان يقول لها عيد جواز سعيد، وبيكون ده عيد جوازهم ال25، فبتسأله لو مش ناوي يقدم لها أكتر هدية عارف إنها بتحبها، واللي هي إنه يتقاعد من شغله. فبيقول لها تصبر عليه 6 شهور بس علشان يقدر يجمع فلوس يعملوا منها مشروع ويعتمدوا عليه، وبيتفق معاها بإن النهاردة هيعزمها على العشاء في المطعم اللي خرجوا فيه في أول ميعاد ليهم. بعد ما بيوصل الشغل وبيعرف إن مديره ناوي يبعته في مهمة لتحصيل مبالغ كبيرة من بنوك في مناطق بعيدة، بيقول له يغير له المهمة دي ويبعته في مهمة أقرب، لأنه مقدم طلب من الأسبوع اللي فات بإنه عايز يمشي بدري النهاردة علشان هيحتفل مع مراته بعيد جوازهم. ولأنه أكتر واحد المحقق بيثق فيه بيقوله للأسف مش هينفع، وبيكلف ترافيس إنه يروح معاه. وزي ما توقعنا سارة طلعت مش سارة يا معتز، سارة بيطلع كان وراها هدف من قربها من ترافيس، وبنعرف بقى كمان إنها زعيمة عصابة، وبنشوفها وهي بتعرف ميجل واحد من اللي انضموا للعصابة جديد على وينر، واحد من اللي شغالين معاها من زمان، وبتقول لهم ان مهمتهم النهاردة هو انه يسرقوا 60 مليون دولار اللي كلارك وترافيس هيحصلوها من البنوك. ومن اولها كده وينر وميجل مش بيستلطفوا بعض نهائي، وبيكون كل واحد منهم عايز التاني ما يروحش المهمة، بس سارة بتقول لهم الكلام ده ما ينفعش، وبتعرفهم ان قدامهم 70 دقيقة بس ينفذوا فيها المهمة، وما يقلقوش لان المكان اللي هينفذوا فيه الشبكة اصلا مقطوعة عنه، يعني ترافيس وكلارك لا هيقدروا يتواصلوا مع حد ولا يطلبوا المساعدة ولا حد هيقدر يتواصل معاهم. وعند ترافيس في الوقت ده بيتكلم مع كلارك عن إن من زمان وهو حلمه يشتغل معاه بسبب شهرته الكبيرة، وبيسأله ناوي يعمل إيه بعد التقاعد، فبيقوله كلارك إنه هيفتح فندق. وقبل ما يكمل كلامه المدير بيتصل يزعق لترافيس على اللي عمله امبارح في البنك، وإنه وجه سلاحه على عميلة، وبيقوله إنه من النهاردة مطرود لأن بسبب ده البنك بكل فروعه لغوا التعاون معاهم. ولما ترافيس بيقوله إنها غلطة وما ينفعش يعاقبوا عليها عقاب قاسي زي ده بيقوله ما يتكلمش خالص ويخلص المهمة اللي هو فيها ويجي يسلم الشارة والسلاح بتوعه، لأن واحد بغبائه ده ما ينفعش حتى يكون شرطي مرور. طبعا الكلام ده بيضايق ترافيس فبيقعد يعيط، وبيشتغل كلارك في إنه يهدي، ومش بياخدوا بالهم خالص من سارة ووينر وميجل اللي ماشيين وراهم غير وهم بيزنقوا عليهم. وقبل ما يدركوا اللي بيحصل ده بتطلع سارة بعربيتها قدامهم، وبتخرج من فتحة العربية وهي لابسة خوذة، وبتعرض لهم ورق مكتوب فيه بإنهم يقفوا على جنب ويخلوهم ياخدوا اللي عايزينه ومش هيأذوا حد منهم، وإلا ما يلوموش غير نفسهم على اللي هيحصل لأنهم في منطقة مقطوعة ومحدش هينجدهم منهم. فبيستغرب كلارك هي ازاي عرفت عن العملية لأنه مش مدرك إنها استدرجت ترافيس امبارح لحد ما سكر واعترف بكل حاجة. وفي الوقت ده لما هي بتتأكد إنهم مش هيستسلموا بسهولة بترمي في العربية قنابل غاز، بس كلارك بيقدر يتفادى أضرارها وبيرميها من العربية تاني، ومع ذلك مش بتستسلم وبتخلي وينر وميجل ينشنوا أسهم على كاوتشات العربية علشان يقفوا، لكن ما بيقفوش برضو، وبيزنق ترافيس عليهم وبيخليهم في الأضرار اللي حصلت، وهو بيهرب بسرعة من المكان. وعلشان يضمن إنهم ما يجوش وراهم
بيمشي من طريق غير اللي كان هيمشي منه، وفي نص الطريق بيقف هو وكلارك علشان يشوفوا حل يصلحوا بيه كاوتش العربية، وبيشوفوا عربيات معدية من المكان فبيشاوروا لهم علشان لو معاهم أدوات احتياطي، بس للأسف محدش بيقف لهم. وفي الوقت ده سارة بتعرف انهم غيروا الطريق فبتلف بسرعة مع وينر وميجل وبيمشوا من نفس الطريق اللي هم مشوا منه، ولما هم بيشوفوهم جايين عليهم بيركبوا عربيتهم بسرعة وبيتحركوا بيها، مع انهم عارفين انها في لحظة ممكن تتقلب بيهم. قبل ما يبعدوا كتير بتوصل سارة مع ميجل لمكانهم، وبينط ميجل على باب عربيتهم من ورا وبيقدر يفتح الباب، بينما وينر في الوقت ده بيكون قدام عربيتهم بيحاول يشتت انتباههم علشان ما ياخدوش بالهم من ميجل لحد ما ياخد الفلوس، لكنهم برضو بياخدوا بالهم. فبيروح كلارك يضرب عليه رصاص، بس في النهاية مسدسه بيقع وبيكون ترافيس خايف فبيقول له يدوهم الفلوس ويخلصوا، فبيرد عليه ما يتكلمش تاني أحسن، وبيروح يخبط باب العربية بكل قوته اعتقادا بأن ميجل كده هيقع، لكن ده ما بيحصلش، ده بالعكس بيجي عليهم بخسارة، وده لأنه نص الفلوس بتقع في الشارع. وبعد مطاردة شرسة من الطرفين الاتنين رافضين انهم يستسلموا، فبيقدر كلارك انه يقلب بوينر العربية بعد ما بينشن عليه من بواكي الفلوس. وفي الوقت ده ميجل بيدخل العربية وبيفضلوا يضربوا في بعض، وعلى الرغم من ان كلارك اكبر من ميجل في السن بكتير الا انه بيقدر يوقعه من العربية وبيقلب عربية سارة هي كمان وبيخليها تنفجر. لكن اللي ما كانش عامل حسابه هو ان سارة متشعبطة اصلا في عربيتهم من تحت، فلما بيقعد يتكلم مع ترافيس عن ان رجله اتلوت ومش قادر يعمل حاجة تاني بتدخل للعربية من غير ما ياخدوا بالهم، وفي ثانية بتكون مصوبة السلاح عليهم فبيقفوا، وفي الاخر هي بتخطفهم. لما كلارك بيقول لها انها بتودي نفسها في داهية باللي بتعمله ده بتقوله ما يشغلش باله بيها، وان زي ما هو وترافيس اتسببوا في ان العملية ما تتمش وتخسر رجالتها، هم بقى هيساعدوها وينفذوا العملية معاها، ده لو حياتهم فرقلهم وعايزين يعيشوا. وهنا بقى بتكشف عن وشها، فمن صدمة ترافيس بيعمل ما يعرفهاش، وهنا احنا بنكتشف ان هدفها من البداية ما كانش سرقة الفلوس اللي في العربية اللي في الاخر اصلا بيطلعوا مش مكملين 300,000، وانما هدفها كانت العربية نفسها، وده بقى علشان عايزة تستخدمها في سرقة مبلغ كبير من نادي للقمار. ولان ترافيس وكلارك مش قدامهم اختيار انهم يرفضوا او تخلص عليهم فبيوافقوا يساعدوها. في نفس الوقت ده بنكتشف ان وينر وميجل لسه عايشين، ولما بيعرفوا انها اتخلت عنهم بيقرروا ينتقموا منها، بينما هي لما ترافيس المغفل بيلومها علشان خدعته بتقوله هو حد يصدق برضو البنات، لكن عموما يعني مبسوطة اني اتعرفت عليك وما تقلقش مش هفتن عليك علشان انا مش شرير. واول ما المدير بيتصل بيه بتقوله هو وكلارك يتعاملوا عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت، وفعلا بيعملوا كده وما بياخدش المدير باله من اي حاجة غريبة. في نفس الوقت ده مرات كلارك بتبعت له رسالة بانها متحمسة لاحتفال النهاردة، ولما ما بيردش بتبعت له ستيكر غضبان وبتتصل عليه وما بيكونش هيرد لان عندها قوة ملاحظة عالية وهتعرف انه في مشكلة، لكن سارة بتصر عليه بانه يرد ويقول لها انه هيتأخر شوية، ولما بيعمل كده بتقدر تخترق تليفون مراته وتعرف كل تفاصيلها. بعدها بتبعت معلوماتها لحد تبعها وبتقول لكلارك انه لو فكر بس يخدعها او يعمل حركة كده ولا كده يبقى ينسى انها تعيش ثانية واحدة بعد كده. وبتاخده هو وترافيس وبتطلع على ورشة تصليح تبع رجالة تبعها، وبتقول لصاحب المكان يصلح عربيتهم لحد ما ترجع، وبتاخدهم معاها لمطعم علشان يتغدوا. لما كلارك بيسألها لو مش خايفة يهربوا بتوريله فيديو لمراته وهي في قلب بيتهم في نفس اللحظة اللي هم واقفين فيها مع بعض، وبتقوله مش هيقدر يعمل حاجة. ترافيس بيتعامل مع الموضوع عادي وما عندوش أي مشكلة، هو متعاون خالص معاه، على عكس كلارك اللي بيكون خايف يتقبض عليهم أو يتصاب وهو بيساعدها، فبتقوله لو اتقبض عليه يقول إنها أجبرته تحت تهديد السلاح، وهي كمان هتقول كده، ولو خايف بقى يتصاب والكلام ده ما يقلقش، المهم يسمع كلامها. وبتعرفهم إن الشرطة كل 2 بتبعت عربية البنك بتاعة التحصيل تاخد من نادي القمار 60 مليون، فهم هيروحوا قبل العربية الأساسية ما توصل وياخدوا هم الفلوس على أساس إن البنك اللي بعتهم،
ولما كلارك بيقول لها إن بتوع النادي مش أغبياء وهيكتشفوا إنهم كدابين من أول لحظة، لأنهم متعودين على أشخاص معينة بيستلموا الفلوس منه، فبتقوله ما تقلقش وبتكلبش ايده في الترابيزة. بعد كده بتاخد ترافيس على الحمام علشان تخلع له لبس الشرطة بتاعه وتلبسه هي علشان تدخل مع كلارك وهو بينفذ المهمة وتضمن ان كل حاجة ماشية تمام. المهم انها لما بترجع بتلاقي كلارك فك نفسه وهرب، ولما بتخرج تدور عليه بره بيجي من وراها وبيخطف سلاحها وبيرميه لترافيس. هنا بقى بيطلب منها تتصل برجالتها وتقول لهم ان المهمة اتلغت ويبعدوا عن مراته، لكنها ما بتعملش كده. اول ما بتقول لترافيس اللي بيكون حبها يديلها السلاح بيديهولها، فهنا كلارك بيفتكره خاين ومتعاون معاها من البداية، وبسبب ده بيضربه وبيقوله انه واحد فاشل ما يستاهلش شغلانة زي دي. لكن علشان سارة قلبها حنين بتقوله انه مش متعاون معاها ولا حاجة، وانها استغلت طيبته واستدرجته بعد ما رسمت عليه الحب لحد ما وقع بالكلام. وبعد ما بتاخدهم وبتروح تاخد العربية من ورشة التصليح وبتمشي، بيروح وينر وميجل يسألوا صاحب الورشة عنها، ولما بيقول انه ما يعرفش وانها ما جاتش هنا بيضربوه برصاصة في رجله، فبيخاف وبيقول لهم بقى انها اخدت العربية بعد ما اتصلت ورايحة تكمل المهمة. بينما هي لما كلارك بيحاول يغير رأيها بخصوص العملية وإنها بلاش تودي نفسها في داهية وتهرب وتعيش حياتها بشكل طبيعي، بتنهار وبتقوله إن والدها كان بيشتغل حارس أمن لخزينة نادي القمار، وفي يوم حصلت حريقة، ولما دخل علشان يساعد زمايله قفلوا عليه في أوضة الخزنة اللي بتكون خالية تماما من الأكسجين عشان الأكسجين ما يدخلش من بره ضمانا للفلوس علشان ما يجرالهاش حاجة. وبسبب ده والدها مات وهي لسه ما كملتش 12 سنة، ولما والدتها طلبت منهم تعويض رفضوا وقالوا لها انه لو ما كانش اتدخل علشان ينقذ زمايله ما كانش مات، فبما ان حياة والدها ما فرقت لهمش فهتاخد منهم اكتر حاجة بيحبوها وتحسرهم عليها زي ما اتحسرت على والدها. وبسبب كلامها ده ترافيس وكلارك بيتعاطفوا معاها، وفي وقت ما هم راكنين بيستريحوا بيتفاجئ كلارك بمراته بتخبط على العربية وبتكون عرفت مكانه عن طريق تتبع تليفونه، وأول ما بيفتح لها وبيقول لها تمشي بترفض، خصوصا بقى بعد ما بتشوف سارة اللي بتفتكرها زميلته في الشغل ومقضيها معاها. وأول ما بتركب وبتلاقي ترافيس متكلبش وسارة مصوبة السلاح عليها وبتقول لها ما تعليش صوتها، بتفهم اللي فيها، لكن بتفتكر إن جوزها خاين ومتعاون أصلا مع سارة، ويدوب لسه هتخانق فيه سارة بتلحق الموقف وبتوضح لها إنه نفذ طلباتها تحت التهديد وما تقلقش مش هتأذي حد بس تخليها هادية. في اللحظة دي كلارك بيكتشف إن سارة خدعته وما كانش فيه رجالة بتراقب مراته ولا حاجة، وإن كل الموضوع هو إنها خلت واحد يصورها لها من بعيد مقابل الفلوس. المهم إنهم لما بيوصلوا لنادي القمار كل حاجة بتمشي تمام وبيقدروا ياخدوا الفلوس ويمشوا قبل ما عربية التحصيل الحقيقية توصل بكام ثانية بس. ولما بيروحوا للمكان اللي المفروض هيتفرقوا فيه وينر وميجل بيهجموا عليهم وبيكلبشوا كلارك مع مراته وترافيس وبياخدوا سارة والفلوس وبينزلوا بعدها يرشوا على العربية بنزين علشان يحرقوها. كلارك بيفك نفسه على آخر لحظة هو وترافيس وبيتحركوا بالعربية بعيد عنهم، وهنا سارة بتصوب على وينر رصاص، ولما بيجي يصوب عليها رصاص بيجي في ميجل وهي بتاخد عربيتها والفلوس وبتهرب، فبياخد ميجل مرات كلارك معاه بعد ما بيصوب عليه وبيروح وراها. كلارك بيقاوم هو كمان الألم وبيروح مع ترافيس وراهم وبتطاردهم بقى عربيات الشرطة هي كمان وطيارات خاصة تبع القوات المسلحة، وبيتسبب وينر في ان 3 عربيات من عربيات الشرطة يتقلبوا وهو بيحاول يزنق على سارة. بيفضل يضرب رصاص على عربية ترافيس وكلارك لحد ما بتولع والعربية خلاص هتنفجر، بينطوا منها على آخر لحظة على عربية سارة، وهنا وينر بيكمل ضرب رصاص عليهم بطريقة جنونية وبيكون هيفجر العربية بيهم، لكن مرات كلارك بتيجي من وراه على آخر لحظة وبتخلص عليه. وفي النهاية ترافيس وكلارك بيسيبوا سارة تهرب وبتكون عايزة ترافيس يروح معاه، لكنه بيرفض وبيقول لها هو نفسه بس مش هينفع علشان أهله. ولما بيتحقق معاه هو وكلارك
كلارك ما بيجيبش سيرة إن سارة عرفت ميعاد وتفاصيل التحصيل منه، وفي النهاية مش بيتحاسبوا على اللي حصل ده. بعد 6 شهور بقى بنعرف إن سارة وترافيس على تواصل مع بعض، وبيتقاعد كلارك وبيفتح الفندق هو ومراته زي ما كانوا مخططين. ويوم الافتتاح بيتفاجئ بكرتونة موجودة قدام الفندق، ولما بيفتحها بيلاقي فيها فلوس كتير جدا مع رسالة من سارة بتهنيه فيها على الافتتاح، فبيفهم إنها بعتها له كشكر على اللي عمله معاها. وبكده تكون نهاية ملخص النهاردة. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وتقترحوا علينا نلخص فيلم ايه المرة الجاية.